ده مش مبرر، ده مش مبرر خالص عشان ما تذاكرش. بلاش موضوع الحجج اللي انت بتطلعها ده، بلاش الحجج اللي انت بتطلعها عشان ما تذاكرش وكمان ضميرك يكون مرضي. مع ان احنا في شهر مهم، احنا في شهر مهم جدا وبتوظف اي حد، لان خلي بالك ده مستقبلك انت. ايوه شفت الصدمة، ده مستقبلك انت. بلاش موضوع المبررات اللي انت بتطلعها دي، بلاش الحجج اللي انت بتطلعها دي عشان ترضي ضميرك وتقول النهارده ما ينفعش اذاكر، اول يومين دول ما ينفعش اذاكر. طيب ايه هي الحجج اللي انت بتتحجج بيها عشان ما تذاكرش؟ الكلام ده عن تجربه حصل معايا الايام اللي فاتت، لان كان في حد عنده مناسبه وقعد 3 ايام ما يذاكرش. فانا هقول لك حاجه، الحجج اللي انت بتتحجج بيها عشان ما تذاكرش ملهاش اي لازمه. هقول لك على سبيل المثال، لو انت عندك مناسبه حلو، تمام، فرح مثلا، حد قريبك كده ولا كده بيتجوز، فانت يوم قبل الفرح بتجهز نفسك كده وبتكون معاهم او انتي، ويوم اللي هو يوم الفرح والتاني يوم ده فري ويوم راحه فما بتذاكرش فيه. طب انت ليه بتعمل كده؟ يعني ليه؟ ايه الحجه اللي تخليك 3 ايام بعيد عن المنهج ما تذاكرش؟ اوعى تكون انت كده، ابوس ايدك اوعى تكون كده. مع ان في الاخر اصلا يمكن انت تسيب الدنيا تعق مع نفسها وما تروحش الفرح غير ساعتين 3 وتروح، بس انت ما تذاكرش وضميرك يكون مرضي، تقول ايه؟ انا كده كده هعتبر نفس وقت الفرح واقعد كده في البيت، اضيع وقتي، اتسلى، افتح نت، اعمل كذا اعمل كذا، وتسيب الدوشه تحت مثلا لو المناسبه دي عندك، تسيب الدوشه وتسيب كل حاجه وتيجي تقعد لوحدك في الاوضه وبرضه ما تذاكرش. ليه؟ لانك بتقنع نفسك ان احنا عندنا مناسبه انا ما ينفعش اذاكر. مش عايزك تعمل كده. انت اصلا يمكن انطوائي ولا بتحضر مناسبات ولا زفت، بس انت قاعد بتضيع وقتك على اساس ان دي مناسبه وبتطري على نفسك يعني زي ما بيقولوا. فلا، ادي كل حاجه حقك. عندك مناسبه ماشي، عندك روح اقعد ساعتين 3 بس، روح ذاكر. لكن ما تخليش فيه مبرر انك ما ينفعش تذاكر، دي حجه. الحجه التانيه، لو عندكم مثلا ضيوف، الناس اللي عندها يعني لو جالك ضيوف وكده والضيوف دول قعدوا يومين، يومين ونص، يوم، تمام، انت طبعا كده انت عندك حجتك تمام وعندنا ضيوف وما ينفعش تذاكر ولازم اقعد معاهم وكده. يعني انت اصلا انطوائي واخرك بتنزل لو انت او بتطلع من الاوضه بتاعتك بتروح تقعد لك معاهم نص ساعه او ساعه وترجع مكانك تاني. بس الحجه هنا ان احنا عندنا ضيوف وانا ما ينفعش اذاكر. انا عاوز اعرف انت يعني في كمان نوع تاني، النوع ده ضحكني جدا. يعني لو انت مثلا عندك حد تعبان او انت عندك حد تعبان، يعني دي اللي حصلت بقى، دي الحته اللي حصلت ما حد عرفها. قال انا مش هذاكر النهارده. حد تعبان مثلا، والدتك تعبانه، والدك تعبان، انا مش هذاكر النهارده. ليه يا عم؟ والله والدي تعبانه والدتي تعبانه ومش هقدر اذاكر النهارده. مع ان اصلا يعني هو من طول اليوم ما ذاكرش، وكل اللي بيعمله بيروح يقعد مع اهله، بيطلع من الاوضه يقعد معاهم 5 دقايق ربع ساعه يعمل حاجه ويرجع يقعد الاوضه تاني مكانه. طب ايه؟ هو مش المفروض هما تعبانين تكون معاهم 24 ساعه وانت اصلا انطوائي وقاعد في الاوضه بتاعتك بس ما بتذاكرش على اساس انك ايه، تعبان بقى وحالتك النفسيه وبتاع؟ لا، ابوس ايدك اوعى تكون من النوع ده. احنا في شهر مهم، تمام، لان انا حاصل مع ناس كتير الايام دي. انا قلت ايه العلاقه؟ يعني انا كنت اعرف واحد بكلمه فكان عنده حد تعبان، تمام، فكل اللي عمله كل اللي عمله من اول يوم لحد اخر يوم كان بينزل يعمل اكل ويطلع تاني، ما بيعملش حاجه، وفاتح نت 24 ساعه وما بيذاكرش بحجه ان في حد تعبان عنده. طب انت فاتح نت 24 ساعه ما ذاكرتش ليه؟ لا، عندي حد تعبان. انا مش عايزك تكون من النوع ده. ركز الشهر ده، ادي كل حاجه حقها يا ريت. مش معنى ان عندك مناسبه، عندك ضيوف، عندك ظرف، انك ما تذاكرش، دي ملهاش علاقه. كده الفيديو خلص. قول لي انت بقى، انت انهي نوع فيهم اللي بتحججه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.